مساء الخير على اصدقائي وحبايبي. بعد مباراة الاهلي والزمالك والمفاجأة اللي حصلت 3-0، الاهلي بيفوز على الزمالك اللي المفروض كان داخل المباراة بمعنويات مرتفعة. الحقيقة كان اداء متواضع جدا من نادي الزمالك. يعني الزمالك بدأ يعني بعدي الدباغ يمين وبزيرة شمال. المفروض كان الكابتن معتمد يبدأ ببزيرة ناحية اليمين، لان هو بيقدر يتعامل في الحتة دي احسن. عبد الله سعيد ما كانش في المود بتاعه. كان الزمالك بيحاول يلعب بيلدينج اب من تحت يطلع بالكوره، لكن الضغط العالي اللي كان عامله لعيبه النادي الاهلي الحقيقه قدروا يستغلوا الاخطاء لحسام عبد المجيد، اخطاء ساذجه جدا. بن شرقي بيجيب هدف وبيصنع الثاني، كان متالق جدا، والحقيقه قفل المساحات على نادي الزمالك وقدر يستغل الفرص اللي جات له. حاول الزمالك يرجع تاني، ناصر منسي ما كانش في حالته برضه. جات له كوره كان ممكن الزمالك يرجع سريعا، لكن بعد كده حسام عبد المجيد دخل يشوط ضربه الجزاء، المفروض هو مش في حالته ما كانش يشوط، لكن ضيعها ورجع تريزيجيه يضيع ضربه جزاء وبن شرقي يحرز هدف كمان. معنويات الاهلي ارتفعت، ثقه الجماهير رجعت له تاني بعد الفوز. الزمالك لازم اللعيبه يعني تقعد مع نفسها وتقعد مع الجهاز الفني وتعتذر للجهاز الفني على الاداء المتواضع اللي قدموه، لان الدوري على فكره الدوري ممكن يروح من الزمالك لو عنده ماتشين سموحه وسيراميكا، لا قدر الله لو تعثر في مباراه سموحه وبيراميدز عنده سيراميكا وسموحه. ف يعني بيراميدز قد الزمالك، فبيراميدز ممكن ياخد دوري، ليه لا؟ عنده طموح. الاهلي عايز الزمالك يخسر وعايز بيراميدز يخسر. الاهلي عنده انبي والمصري، مش هيفرط في الماتشين، والزمالك المفروض مش هيفرط في الماتشين سموحه وسيراميكا. بيراميدز عنده امل برضو، لانه قد الزمالك هيلعب سيراميكا وسموحه، فالماتشات كلها صعبه جدا. الزمالك الاقرب للدوري، الزمالك هو اللي في ايده الموضوع. الجمهور بيسانده، هيطلعوا اتوبيسات الماتش الجاي لبرج العرب. لازم مرحله الاستشفاء عند نادي الزمالك تشتغل، الكابتن معتمد جمال يشتغل عليها، الناحيه النفسيه اكتر من الفنيه الفتره اللي جايه، الدوافع، المكافئات، التشكيل وترتيب التشكيل. ما يلعبش كتير في التشكيل، لكن في بعض الاماكن لازم تتحط في اللعيبه، تتحط في اماكنها الصحيحه، زي بزيرة ناحيه اليمين، وينج يمين، عدي وينج شمال. لو هتلعب بعدي مهاجم ما بتحطش كوبانزا وينج شمال. فتوح ممكن يلعب باك ليفت تاني وتدخل اسماعيل في نص الملعب، لا اما بنتايج زي ما هو. يعني في الكابتن معتمد ما يلعبش في التشكيل كتير، يشتغل على الحته النفسيه اكتر. الدوافع عند كل الفرق زادت، الجمهور الزمالك ورا فرقته، جمهور الاهلي ورا فرقته، بيراميدز عنده طموح. الماتشات كلها صعبه، الزمالك عنده سموحه وسيراميكا، بيراميدز عنده سيراميكا وسموحه، انبي والمصري اللي هيلعبوا الاهلي. الفرق كلها هتلعب ماتشات جامده. الزمالك قادر انه يفوز بالدوري بنسبه كبيره، هو اقوى، يعني الاحتمالات الكبيره عند الزمالك انه يفوز بالدوري اقرب 90%، 80% بيراميدز، 70% الاهلي. الماتشات كلها صعبه، الماتشات كلها، الدوري جميل. يعني ده كان كلامي كده على الماتشين اللي جايين والمنافسه، وان شاء الله نشوف ماتشات مميزه وماتشات ممتعه لاخر نفس او لاخر جوله في الدوري. اشوفكم في لايف جديد، سلام.